هنا في الشمال السوري، وعلى أثير المعارك التي طحنت رحاها الأخضر واليابس بين الجيش الحر الذي يكاد يفتقد لأبسط أنواع الأسلحة الخفيفة، وبين جيش تدرع بجميع آليات القتل والدمار. الله أكبر. ابتكار محلي الصنع بامتياز، قنينة غاز وإشلاء مدافع تم اغتنامها من معارك سبقت. هو ذاك اختصار لما سموه جهنم. جهنم اسم على مسمى كما يقول الثوار، ومن منا لم يسمع بسلاح قلب موازين القوى بتمهيده الناري الرهيب. لجأنا للصناعة المحلية بالنسبة لقلة التعب وصعوبة الأسلحة، والتجأنا لنطور حالنا بها. الجرة القديمة كنا نعاني من حجمها ومن وقت بتنضرب ما بتشظ كثير. الجرة القذيفة الجديدة صرنا مسارتها صارت أكثر وانسيابية أكثر وبتشظى كثير. وكما يقول الثوار، هدف واضح، إصابة محققة، الخطأ فيها لا يتجاوز الأمتار. جميع المراصد بتقول الشغل العبوات باشر واشتغل، يعني يحبوا نشتغل نحن أكثر، لأن الإصابة طبعا الانفجار ضخم وإصابات محققة 100%. يعني مثلا بيقول لك خدها 10 امتار 20 متر 5 امتار، تصور مرة واحد يقول لي خدها 5 امتار. إبداع يتيم، شح في الموارد، اختفاء للداعمين. لشاه بابريس، البيرق الشمالي، ريف إدلب.